السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ عاملين ايه في السقعة والتكتكة اللي احنا فيها دي؟ سبحان الله، يعني ربنا يعديها على خير. النهاردة قلنا نعمل ايه؟ أكلة جميلة ولذيذة كده وبالمرة نوفر فيها. رحت قلت للولاد نجيب فطير. رحت اشتري الفطيرة، لقيت الفطيرة ب60 جنيه. قلت يا نهار ابيض، هم يا منا وهاتي كيلو دقيق وانا اعمل لك احلى فطيرة جامبو زي ما انت شايفة كده. عامله الفطيره دي بكيلو دقيق. شوف انت بقى، دي اكبر من اللي انت هتشتريها من بره، وعملتها بامكانيات بسيطه جدا جدا فوق ما انت تتخيلي، وطلعت مقرمشه ومخرفشه وطريه ومورقه من جوه. ما شاء الله تبارك الله، تقدري تعمليها. واحلى حاجه بصراحه عجبتني قوي ان انا دفيت الشقه، ان الشقه اتدفت لما الفرن اشتغل، فبقت العمليه مفيده من كل النواحي بقى. الولاد اتغدوا واتعشوا كمان بالفطير الباقي. ما شاء الله تبارك الله. شوف انت بقى، هو كيلو دقيق، وطبعا الدقيق بيتعجن. هوريك ازاي بيتعجن بامكانيات بسيطه جدا جدا، تقدري ان انت تعمليها وما تجيبوش من بره، وهو يوم جميل وعدى بفضل الله عز وجل. بصي كده، يعني كفايه لونه، كفايه لونه وجماله. يا سلام يا سيدي، حبه عسل بقى او حته جبنه كده وظبطي الاداء. حبة عسل ابيض، عسل اسود، ايا كان ايه. هنا بقى ما شاء الله تبارك الله، والله العظيم يا جماعة لقمة كده حاجة تحفة تستاهل بقكم. ما شاء الله تبارك الله. عايزة اقولك دلوقتي احمد هيخش هيقول لي تصوير ايه وبتاع ايه. وسعي يا ماما، وسعي ده وهي سخنة كده، يعني حاجة بجد جدا روعة، جميلة ولذيذة، وتقدري تعمليها في منت. بس هو الفطير لازم يرتاح شوية. يعني بصي كده، مبدئيا هنجيب دلوقتي كيلو من الدقيق. واحدة حبيبتي قالت لي استخدمي كده البيكنج باودر على الفطير. انا اول مرة احط بيكنج باودر، بس بصراحة هقولك ان هو ما حسيتهوش ان هو اضاف لي حاجة. حطيت هنا ذرة الملح وحطيت معلقتين سكر، وهبتدي بما ان الجو ساقعة هبتدي اقلب الحاجات الدافية دي كده، المكونات الجافة على بعضها، وهعجن بمية فترة، لان بصراحة الجو تلج جدا والمية نازلة من الحنفية متلجة. فهدفيها وابتدي اعجن بيها عشان بس العجينة تبقى جميلة معايا وتاخد راحتها بسرعة، ما تبطأش. نبتدي نعجن كويس جدا كده على مقدار طبعا العجين بتاعك ما ياخد ويلم معاكي. الكلام دوت بيختلف على حسب نوعية الدقيق. ما اقدرش اقولك حطي قد ايه ميه، على حسب نوعيه الدقيق وعلى حسب ما انت تلاقيها تلم معاكي. هنا ابتدت تلم اهي. هنبتدي نحط شويه دقيق كده على الرخامه. عايزه اقولك ان الرخامه نفسها متلجه، اليوم ده كان صعب جدا جدا، وكان الجو تلج، وكنت حابه بجد بجد ان اعمل اي حاجه في الفرن، اي حاجه، ان شاء الله اعمل طبق فول حتى، بس الفرن يشتغل عشان يدفي الشقه. بصي كده ابتدت تتعجن، لازما تريح. يعني انا عندي هنا العجينة خلاص بقت تمام، لازما تريح عشان طبعا الجو ساقع جدا، فاضطريت ان انا اسخن الفرن واطفيه واسيبها تريح شوية. ريحتها بتاع حوالي نص ساعة، وبعدين هبتدي اقرصها. برضو لما تبتدي تقرصيها لازما تسيبيها تريح، والتريح ده بيكون مهم جدا ومفيد جدا ليكي عشان تقدري تفرديها. لازما هو الفطير وحشته في ان كل شوية لازما نسيب مسافة العجينة تريح فيها. طبعا في الصيف بتبقى العملية جميلة جدا جدا، بتبقى حلوة قوي لان الجو حر جدا والعجين بيريح بسرعة جدا جدا. ما شاء الله تبارك الله. بصي بقى، هنا هعمل 20 كورة. ال20 كورة دول هعملها فطيرة واحدة، مش هوسخ صواني بقى ولا وجع قلب. هي جبت اكبر صينية هعملها فطيرة، وهتطلع فطيرة فلاحي كده، يعني زي اللي ما بنشوفها في بلدنا. بصي بقى ما شاء الله تبارك الله. هنا جبت نص كوباية سمنة بلدي، وحطيت عليها نص زيت، وهبتدي افرد على الرخامة بزيت عشان الدنيا ساقعة جدا، فالزيت هيساعدك ان العجينة تجري منك كده على الرخامة. بصي هاتي من جوه لبره،
هاتي كده من جوه لبره، وبعد كده شدي وافردي. بسم الله ما شاء الله. عايزه اقولك تبارك الله حلوه جدا. يعني بصي هتلاقي الرخامه باينه من تحت الايه، من تحت الفرد. معنى كده ان هي اتفردت حلو جدا ما شاء الله تبارك الله. اهم حاجة ان العجينة تريح جدا. ولو حبيتي العجينة بتاعتك تريح بسرعة، سخني الفرن وقومي طافياه ومدخلاه. هنبتدي هنا واحدة، وبعدين نقوم ملبسينها في التانية، ملبسينها في التالتة، لغاية ما نخلص 20 كورة. بصي تبارك الله يا سيدي. وطبعا ما بين كل واحدة وواحدة قومي حاطة السمنة بتاعتك. انا عايزة اقولك في الساقعة دي السمنة كانت بتجمد، كنت بدفيها شوية على النار. ابتدي بقى هنا كده بصوابعك كده وقومي رشيها بمعلقة زي ما انت عايزة. انا بصراحة حطيت نص كوباية سمنة على نص زيت. عايزة تعمليها بسمنة صافي طبعا يا حبذا، بس احنا اليومين دول بنحاول نوفر قدر الامكان. الحاجة بجد بجد بقت غالية جدا، بقيت تعمل لها حساب. بصي ما شاء الله تبارك الله، دي اسهل طريقة للفرد، ان انت تلبسي واحدة في التانية كده، اسهل طريقة تفردي بيها. هنا طبعا الصينية دي لقيتها صغيرة فهجيب صينية اكبر. وبعدين كنت محوشة هنا شوية قشطة كده من بتاعة اللبن، فهنفرد على الوش كده عشان نعمل احلى وش. وابتدي بقى افردي الصينية بتاعتك كده للاخر، وممكن تسيبيها برضو تريح شوية لو انت حاسة ان العجينة معاكي جامدة. خدت بتاع حوالي نص ساعة في قلب الفرن. بصي بقى ما شاء الله تبارك الله. عايزة اقولك لما انا عملتها ما لقيتش البيكنج باودر افادني كتير بصراحة، بس بصراحة هي اساسا فطيرة تحفة تحفة ما شاء الله تبارك الله. اظن باين على شكلها ان هي جامدة جدا. حبيبة قلبي بحبك في الله كتير كتير. وصفة جميلة ولذيذة وموفرة. ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ ايمي البسيوني. هم بقى ودفي بيتك كده ودفي العيال بأكلة لذيذة وحلوة، وما تشتريهاش من بره، بقت اسعارها بجد بجد فلكية. حبيبة قلبي اعمليها لولادك وما تشتريهاش خالص من بره. اسيبك في حفظ الله. السلام عليكم، باي باي.